السلام عليكم، عاملين ايه؟ عملت فيديو عن فيزة العمل في الزراعة في بريطانيا، والفيديو ده نزل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وعلى الفيسبوك اخدت اول دقيقة ونص من الفيديو وحطيته على ريل. طبعا جات لي عليه كومنتات سلبية كتير جدا من ناس عايشة في بريطانيا وناس شغالة في المزارع وجاية على فيزة السيزون وركر فيزا في بريطانيا، وبيقولوا اللي انا كذاب او اللي انا بقول اي كلام او اللي انا بوهم الناس. فانا لما جيت اعمل فيديو عن الفيزا دي دخلت على موقع الحكومه البريطانيه اللي هي اصلا عامله الفيزا، وشفت ايه هي الشروط وايه هي المتطلبات وقلتها في الفيديو. طبعا الكومنتات السلبيه كلها جات لي على الريل، ما جاتليش على الفيديو، هم ما شافوش الفيديو، شافوا الريل بس. فانا في الفيديو كنت قايل الشروط والمتطلبات اللي انت محتاجها علشان تعرف تقدم على الفيزا دي. فالناس اللي دخلت تهاجمني كانت بتقول ان مفيش حاجه اسمها كده او ده كذب. الفيزا دي مش معموله للمصريين او مش معموله للناس اللي عايشه في افريقيا. فلما دخلت تاني على موقع الحكومه طبعا ما لقيتش اي حاجه بتقول الكلام ده، ولما دخلت برضه عملت سيرش على جوجل وكده ما لقيتش اي حاجه بتقول الكلام ده خالص. فانا برضه في نفس الوقت انا مش مصدقهم ومش عارف هم جايبين المعلومات دي منين. وطبعا كل واحد داخل يحلو وداخل يوري نفسه. مش عارف الصراحه، بدل ما هم يدخلوا يصححوا معلومه او يحط لك مثلا مصادر انك انت تدخل تشوف المصادر دي وتفهم او تعرف ليه هم بيقولوا كده. طبعا مفيش حد بيعمل كده، كلهم داخلين يقولوا لا مفيش الكلام ده. مفيش غير واحد دخل قال اللي في 5 مزارع او 5 شركات هي اللي ماسكه حوار سيزون وركر فيزا، ودول مش بيتعاملوا مع افريقيا. فلما برضو دخلت ابحث ما لقيتش اي حاجه عن الكلام ده. فكنت انا حاطط لينكين لمزرعتين هنا في بريطانيا، قلت ادخل اسالهم، ابعت لهم ايميل واسالهم واشوف ردهم ايه. لو هم فعلا قالوا الكلام ده صح، اللي هم مش بيتعاملوا مع افريقيا، فخلاص هعمل فيديو هقول الكلام ده. لو لقيتهم بيقولوا لا عادي بنتعامل مع افريقيا، فبرضه كنت هعمل فيديو اقول الكلام ده عشان اعرف الناس. فانا لما بعت ايميل للمزرعه دي، المزرعه بعتت لي ايميل قالت لي ان هم مش بيعملوا سبونسر لاي حد، فلو انت محتاج سبونسر هتدخل على الشركات دي، وبعتت لي اللينكات. فانا دخلت على اللينكات. طبعا الكام مزرعه اللي مش عارف هم 4 ولا 5 الصراحه مش بيقبلوا حد فعلا من افريقيا. يعني الشخص اللي دخل قال ان هم في 5 مزارع او 5 شركات هم اللي ماسكين السيزون وركر فيزا، طلع كلامه صح وفعلا لقيت الموضوع ده. بس انا لما دخلت كلمت المزرعه بعتوا لي الايميلات، فلقيت ان ال5 مزارع دول كاتبين كده هترجمه هقرب يعني اقول لكم ايه هي الترجمه بتاعته. فهم بيقولوا ان هم مش هيقدروا اللي هم يعينوا ناس من جميع انحاء العالم، وده بسبب يعني عدم وجود الموارد الكافي. طبعا الموضوع ممكن يكون صعب عليهم اللي هم يجيبوا ناس من جميع انحاء العالم، وبريطانيا اصلا بتبقى محتاجه 45,000 عامل، فالعدد مش كبير، العدد صغير جدا. 45,000 واحد ده ولا حاجه. لو في فيزا زي كده ممكن في ملايين يقدموا على الفيزا دي. فعلشان كده المزارع او الشركات اللي هي ماسكه سيزونال وركر فيزا مش بيقبلوا حد من اي دوله. هم بيتعاملوا في كذا، مثلا في كذا مزرعه، وكل مزرعه بتتعامل مع دول معينه. فمعظم الناس اللي بتيجي بريطانيا على سيزون وركر فيزا هم بتوع اوكرانيا. يعني 67% من الناس اللي شغاله في المزارع من اوكرانيا. والمصريين اللي شغالين في الحوار ده، في اللي هم جايين على سيزون وركر فيزا اللي كانوا بيعلقوا على الفيديوهات، جايين من بلاد اوروبيه زي اوكرانيا مثلا. فكفيزا يعني كفيزا كابليكيشن هتقدم عليه على موقع الحكومه البريطانيه، هو متاح لاي حد من اي بلد. تمام. بس انت عشان تقدم على الفيزا دي محتاج عقد عمل، وعلشان تجيب عقد العمل هتجيب عقد عمل من كام مزرعة اللي قدامك دول، اللي هم اصلا مش بيقبلوا من اي دولة، بيقبلوا من دول معينة بس. فبالتالي انت مش هتعرف تجيب عقد العمل علشان الدولة بتاعتك هم مش بيتعاملوا معاها، فانت مش هتعرف تجيب عقد العمل علشان تقدم على الفيزا. ومعظم ردودي في الكومنتات اللي هم بيقولوا لا هي مش متاحة، الفيزا ذات نفسها مش متاحة لافريقيا، بس هم المزارع مش بيشغلوا ناس من بلدان هم مش بيتعاملوا معاها. فببساطة احنا كمصريين او اي حد عربي مش هيقدر يقدم على الفيزا دي بسبب ان الشركات مش بتتعامل مع البلدان التانية. وده مثلا ممكن تقول ممكن الموضوع يكون مكلف اكتر، او ممكن الموضوع يبقى اصعب، فهم بيجيبوا ناس من دول معينة اللي هم يجوا هنا على اساس الموضوع بيبقى اسهل ليهم او اوفر ليهم. الله اعلم ليه هم مش كاتبين سبب، يعني اللي هو ايه يفهمك هم ليه بيعملوا كده. فهم بيجيبوا من بلدان معينة. فانا بتاسف للناس طبعا على الفيديو اللي انا عملته، قلت ان انت ممكن تقدر تيجي هنا على سيزون وركر فيزا، لان انا الصراحه ما كنتش عارف المعلومه دي.
يعني انا لما عرفتها اصلا لما بعت ايميل للمزرعه اللي انا كنت حاطط اللينك بتاعها، وهم اللي بعتوا لي الكلام ده، وانا اصلا ما عرفتش الاقي الكلام ده ما يعني في اي حته. ولما اخدت المعلومات، طبعا اخدت المعلومات من موقع الحكومه، وموقع الحكومه طبعا مش حاطه اي لينكات لاي مثلا مزارع، او مثلا حاطه الكلام ده على الموقع بتاعها. فعلشان كده انا ما قلتش الكلام ده في الفيديو اللي فات. فانا في الفيديو ده وضحت لكم الدنيا، وبتاسف لكم تاني على المعلومه الناقصه. فانا عملت فيديو مخصوص عشان اعرفكم المعلومه دي. فالفيديو بتاعنا خلص، فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.